أدت إلى إقالته. هذا مختصر قصة وضاح خنفر الذي أقيل اليوم بعد أن أوحي له بالاستقالة من على رأس شبكة الجزيرة. 8 سنوات على رأس القناة بدأها خنفر بعيد سقوط بغداد، التي كان فيها مراسلا ومقربا جدا من بول بيريمير الحاكم المدني الأمريكي للعراق. تخللها لقاءات عديدة مع CIA وفق ما فضحت وثائق ويكيليكس، وتخللها أيضا اتصالات مع الإسرائيليين كان بينها لقاء جمعه بوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في قلب الدوحة. كانت ثمرة هذا التعاون بين خنفر والاستخبارات الأمريكية بغطاء إسرائيلي أن انتقلت قناة الجزيرة من أبرز قناة عربية على مستوى العالم إلى أبرز أداة لتفتيت الدول العربية والمساهمة في إغراقها بالدماء عبر فبركة أخبار واختلاق تظاهرات وتأجيج الاقتتال المذهبي وتصميم ساحات افتراضية تحاكي بعض ساحات حمص وحماة لفبركة قصف أو سقوط ما، وبدعة شهود الزور والهتافات المفبركة داخل القناة. فنحن نطلع نقول اختطفوا رجال الأمن، أنه هذا مواطن والأمن اعتقلوا على الشاشات. هناك أنباء تتحدث عن مداهمات لمنازل بعض الأهالي في حماة. مداهمات وخلع أبواب والتسلق على الجدران، اللي عمال بيجي اللي عنده قوى أمنية عمال بيجي عددها ضخم للاعتقال. في مرة اتصلوا في جزيرة قال مشان الكهرباء، بدنا نحكي على أنه عم يقطعوا عليكم الكهرباء وعم يحاولوا يمنعوا المظاهرات بالبلد، أننا حاضرين. لم تنجح كل الاستقالات التي شهدتها قناة الجزيرة عبر العامين الماضيين والتي شملت أبرز وجوهها الإعلامية، لم تنجح في ثني وضاح خنفر أو في تعديل خططه، بل على العكس تماما. تبين أن في الأمر خطة متقنة تبدأ بتعزيز التيارات الأصولية داخل القناة وفي مجال تغطيتها، وتصل إلى حد استهداف أبرز دول الممانعة العربية. يقال وسيقال الكثير عن سبب استقالة أو إقالة وضاح خنفر، لكن الأكيد أن إبعاده عن رأس القناة هو بداية سقوط لمشروع تقهقر بعض صمود سوريا وتدهور بعد إغلاق مكتب قناة الجزيرة مباشر في مصر. فأيمن جاب الله مؤسس الجزيرة مباشر ثم الجزيرة مباشر مصر أقيل هو الآخر بعدما اتهم بتأجيج الصراع هناك وبفرش السجاد الأحمر أمام التيارات الأصولية في مواجهة التيارات الناصرية والمقاومة والليبرالية والمعتدلة والمنفتحة. وبانتظار الجبهة الأخرى التي قد ينتقل إليها خنفر ضد أمته العربية وقضيته الفلسطينية، يبقى أن هذا الإعلامي الذي انتقل على نحو غريب من مجرد مراسل رياضي إلى رأس هرم أكبر مؤسسة إعلامية عربية وفي فترة قصيرة جدا، كان مجرد بيدق صغير وخطير. فماذا عن محركيه؟ وهل تقتنع قناة الجزيرة والقنوات العربية الأخرى المساهمة في الفتنة وسفك الدماء العربية بضرورة تغيير سياستها؟ هل استقالة خنفر صحوة ضمير من محركيه أم ثمرة تضارب مصالح سياسية؟ الأيام كفيلة بكشف المستور.